بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. 90% من الناس بتغلط في غلطة واحدة. الغلطة دي اللي بتبوظ البسبوسة. هقولك على السر اللي يخليها طرية ومرملة تطلع ناجحة من أول مرة. قبل ما نبدأ، كلنا بنفتكر إن نجاح أي وصفة سببه المقادير، لكن الحقيقة إن السر الأكبر هو الإتقان. ومن أجمل ما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني حتى أبسط وصفة لما تعملها باهتمام وإتقان النتيجة بتكون مختلفة تماما. يلا بينا نبدأ وصفتنا. نبدأ بالمقادير. معانا 2 كوب سميد ناعم، ربع كوب جوز هند ناعم، كوباية سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، علبة زبادي، 4 معالق كبيرة سمنة، فانيليا اختياري. وللتزيين بندق أو لوز حسب الرغبة. بعد ما خلطنا المكونات الجافة بننزل بكوباية السمنة، نقلبها ونبدأ نفرك أو بنبس السميد بالسمنة، يبدأ يتشرب كل السمنة. ننزل بالزبادي، كوباية من الزبادي. وهنا بقى السر يا جماعة، البسبوسة مش بتتعجن، هنا بنقلب بالراحة جدا. ده سر نجاح البسبوسة، إنها تطلع طرية ومرملة. البسبوسة لو اتعجنت كتير بتنشف، تطلع بسبوسة ناشفة. نجيب صينية مدهونة بالسمنة، ننزل بالعجينة، نفرد العجينة في الصينية. ممكن بقى تسووها بسباتولا بأي حاجة عندكم. وبنبدأ نزينها باللوز ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو 40 لحد ما تاخد لون ذهبي. نبدأ نحضر في الشربات: كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، وعصرة ليمون. بعد ما العسل يغلي لمدة 5 دقايق تقريبا ممكن نضيف معلقة عسل جلوكوز أو عسل أبيض. هنا البسبوسة خرجت من الفرن، نبدأ نشربها وهي سخنة أول ما تطلع من الفرن بالعسل الدافي. تلاحظوا إن البسبوسة بتتشرب معاكم كويس. طالما إن البسبوسة بتشرب كده العسل، يبقى اعرفوا إن الوصفة نجحت تماما 100%. نشربها تاني، نسيبها ترتاح لحد ما تتشرب كويس جدا. وده كان سر البسبوسة الطرية المرملة. السر مش بس في المقادير، لكن كمان الإتقان في كل خطوة. لو عجبتكم الوصفة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أنا محمود، ودي قناة وصفة وحكاية. أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله.